السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ ام محمد عبد صامد غير جديد. بسم الله وتوكلنا على الله. هنايا في لاكوكوت عندي مغرف تاع زبدة ودرت لها شوية تاع زيت ورميت لها البطاطا كيما راكم تشوفوا، الملح، كركم، توم مرحي وفلفل اسود ولا فلفل اكحل كيف نخلط مليح. وهنايا نمرق بزوج كيسان تاع حليب عادي، زوج كيسان حليب، ونغلق الكوكوت كي تبدا تصفر نغلق نطفي عليها. هنا درت هاد البطاطا مع الخبز هذا، يعني جات ولا اروع. هاد الخبز راني درته لكم ديجا في قناتي على اليوتيوب. ديروا مطبخ ام محمد عبد صامد ديزات كوزين. يخرج لك خبز تركي، يخرج لكم هاد الخبز. بون هنايا طابت لي البطاطا تاعي ودرت لها فرماج رابي. هيا يما على داك الفرماج، يا ما نحكي لكمش على داك الفرميج، الله الله. هذه بطاطا سبيسيال تاع فرماج، ما على باليش كيفاش نسموها ولا تسموها ولا، المهم بطاطا معمره بالفرماج. اكدولي على الفرماج ونقدموها في صحن تقديم. هاي البطاطا تاعنا، شوفوا الله يبارك ما شاء الله، والخبز تاعنا الله يبارك ما شاء الله. ما عليا غير نقولكم شهيتكم في الجنة ان شاء الله حبيباتي، في فيديو اخر وصفة جديدة ان شاء الله. ونقول لكم شوفوا تفرميت، شوفوا الله يبارك نقول لكم اليد اللي حطت جام ابوني وكومونتير. الله يعطيك ويمنيك وربي يعطيك على حساب قلبك حبيبتي. في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.